ما تيجوا نتكلم شوية. انتوا عارفين ان اسهل حاجة ان انا كل يوم احكي لكم قصة رعب من اللي انا بشوفها عندي في المكتب؟ كل فيديو كده اطلع اجي احكي لكم فيه النهاردة ايه اللي انا سمعته، النهاردة ايه اللي انا محطوطة فيه مثلا في قضية، والم بقى مشاهدات معتبرة، يعني ينهار مليون فيو على كل فيديو. بس هل ده دوري؟ او هل ده صح؟ او انا عامله الصفحه دي عشان خاطر افضل في كل قضيه تجيلي احكيها لكم؟ ليه؟ يعني انا برضك مش قادره استوعب كلمه ليه. يعني ليه احنا دورنا كناس موجوده على السوشيال ميديا المفروض كل واحد بقى وتخصصه يعمل حاجه اسمها وعي. انا بعمل لك وعي قانوني، بعرفك حقك ايه، بعرفك تاخده ازاي، بعرفك تأمن نفسك ازاي لو اتحطيت في الموقف الفلاني. يعني حتى لو المفروض لو انا هحكي موقف سيء اقولك في الاخر المفروض انت تعمل ايه عشان ما تقعش فيه. لكن مش دوري نهائي اللي انا افضل انشر القرف واقول لكم ان ده الطبيعي، وان يا جماعة الرجالة كلهم واطيين. لا، في رجالة كويسة. ان الستات كلهم شمال، لا، في ستات محترمة فاتحين بيوت. فمش المفروض نهائي اللي انا افضل انشر الوحش واخلي الناس تبقى فاكرة ان ده الطبيعي. لا، مش ده الطبيعي. زي ما عندي قضايا على حاجات سهلة، عندي بلاوي. ساعات انا بتعب، يعني انا ذات نفسي بتعب نفسيا من اللي انا بسمعه عشان بحس ان الدنيا خلاص اتقل خيرها. لكن قصاد الحاجات دي في 100 حاجة كويسة، مش العكس. فنصيحتي ليكم يا جماعة، أنا طالعة النهاردة علشان أقول لكم حاجة بسيطة جدا. ما تسلموش ودانكم للناس اللي بتحاول تفهمكم إن الحياة بقت وحشة، إن خلاص الناس كلها نسيت ربنا. لا، طالما أنا موجودة وإنت موجود، أخوك موجود، احنا كفاية. يعني طالما احنا لسه عارفين ربنا ولسه مؤمنين ان الشر مش بيترد عليه بالشر، او انا الدنيا ما تستاهلش ان انا ابقى وحش علشان اذي الانسان اللي قدامي، يبقى لسه في خير، يبقى لسه في ناس كويسة احنا هنقابلهم شبهنا. اتجوزوا، خلفوا، كرموا زوجاتكم، حبوا عيالكم، وانتي كمان كرمي زوجك، حبي بيتك. ما تخليش حد يصدر لك ان كل الستات وحشة وكلهم محتاج تعمل بعد ما تخلف منهم دي ان ايه. وانتي ما فيش حد يصدر لك ان كل الرجالة وحشة بتلبس زوجاتها قضايا زنا. لا لا، الدنيا مش كده. اختاروا اللي شبهكم، اللي متربي، اللي يعرف الأصول، واللي عارف الأصول بيريح دايما.